الو دكتور. الو. اعرف بيكي؟ دكتور نهى رشوان، استشاري امراض الجلديه وتجميل الجلد والليزر. طيب انا لو عايز بشرتي تبقى ناعمه زي الدولفين كده ازاز اعمل ايه؟ الهيالورونيك اسيد ان انت تستعمله حتى توبيكال. ابسط حاجه ان احنا نعمل ديرمابين باستمرار، ابسط حاجه ان احنا نحقن فيلر بكميات صغيره مش كميات كبيره عشان ما ننفخش وشنا. البوتوكس بيريح الرينكلز فبيخلي وشنا اريح، حاجات كتير. لو الشعر بيتكلم هيقول ايه للبنات؟ سيبوني في حالي، يعني سيبوني في حالي شويه. طب ده الشعر، لو حد كان اوفر ويت شويه وخس بيطلع له زي ستريتش ماركس كده يعملوا ايه بقى؟ ديرمابين، فراكشنال ليزر، وان اوف ذا بيست تريتمنتس. الستريتش ماركس بحس مقدور عليها كتير لان خلاص انت بقيت هيلثي، بقيت حسنت من صحتك فخلاص مش هترجع لك تاني. لو هتعملي مسابقه للبنات وتدي لكل واحده جايزه اكتر واحده مهتمه ببشرتها تكون بتستخدم ايه؟ تكون على طول بتستخدم مرطب مناسب لبشرتها، سواء كانت بشرتها اصلا اويلي سواء كانت بشرتها مختلطه او جافه. دكتور انت بشرتك زي الفل وزي القمر، لو هتبدليها ببشره حد من المشاهير هتكون مين؟ ياسمين صبري. عشان بحبها، هي ست ذكيه وتعرف تاخد بالها من بشرتها. هي الفكره الترند انك تبقى ذكي، تعرف تاخد بالك من نفسك. حتى كلنا عندنا عيوب، كلنا عندنا عيوب في بشرتنا وشعرنا، مفيش حد بيرفكت، بس فكره ان انت هاو تو مانج الكلام ده، دماغك هي اللي بتحدد انت هاو تو لوك، فعشان كده بتعجبني قوي. طيب لو هندي جوائز للممثلين بالترتيب كده، اول واحده ياسمين صبري، تاني واحده مين؟ هند صبري. تالت واحده؟ تالت صبري تقريبا. تالت واحد احمد عز، عشان هو عارف ياخد باله من نفسه، فهو مش كبير ومش صغير، بس عارف ياخد من نفسه ومن صحته ومن بشرته ومن كل حاجه. نقول بقى السر ورا بشره عمرو دياب وان هو بيصغر ما بيكبرش. ما بيشيلش هم. ربنا يديه الصحه، انا بحبه قوي قوي. شكرا ليك يا دكتور. ميرسي خالص، شكرا ليك.